السعودية على قناة المسلسلات. إذا لم تتسنى لك الفرصة لمشاهدة فرش وغطاء، سينما واحد تعطيك فرصة جديدة لمشاهدته. حصريا الجمعة في الأوقات التالية على سينما واحد. من جديد بنقول تحية للي عم بيتابعونا وكل يلي ناطرين الغناء الجميل والصوت الجميل والطرب الأصيل بوجود ضيفتنا أكيد يلي طلت من حوالي 3 أشهر بعيون بيروت وحكيت عن تحضيراتها. تنشوف وين صارت هالتحضيرات. بنرحب بزهور الشعري. أهلا وسهلا فيك زهور. أهلا فيك. ميرسي. أهلا وسهلا فيك زهور. زهور بتلبس زهور. لبقتيهم على الاسم. مثل ما قالت ليليان من فترة كم شهر كنت بضيافتنا وتحدثنا عن تحضيرات والاشياء الجديدة. مباشرة شو اللي صار على النار وتحضر؟ أول حاجة نشكركم على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيك. ونحب نقدم تحية للشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال. شكرا. رجعت لبنان، عندي قمت بشوية حفلات. كان لي شرف اني غنيت في حفل مع المطرب معين شريف، وفي اذاعات يعني ان شاء الله مريت بهم وما زالوا في المستقبل. وعندي غنية هي معروفة يعني شوية، ان شاء الله باش نعاود اعادة توزيع عليها، مش خلها سيربريز مش نقول عليها. يعني هي تجديد اغنيه، مش تجديد اختيار اغنيه خاصه. وان شاء الله فما سينجل جديد على قريب ان شاء الله. في قريب قد ايه القريب؟ 2013 2014 2014 12 شهر. بدنا نشوف باولها ولا باخرها؟ لا لا باولها ان شاء الله. اوكي يعني مفروض على السنه الجديده اذا الله راضي يكون. رح يعني هيدي الخطوه رح تتضمن مع الاغنيه المعاد توزيعها اضافه للسينجل الخاص فيكي. صحيح. اوكي، فينا ناخذ فكره عن السنجل اذا بدنا نحكي عن الاولى عن الثاني. انا عم بتشوفي كلام من مين وتسمعي ان شاء الله الكلام من الفنان الكبير الموزع وسام غزاوي، باسم يحيى الكلمات، وان شاء الله نتوفقوا في الاختيار. ان شاء الله تعجب الناس. هون على سيره الاختيار، اذا بدنا نرجع شوي لأرب ايدل البرنامج اللي انطلقتي منه، قد ايه كانت الحصه بالاختيار لإلك؟ لان نعرف في اغنيات واحد بيكون بحبها اكثر من غيرها، ساعتها بيأديها باحساس افضل واجمل. صحيح. هو الاختيار كان بالنسبه لي صعب، مرحله صعبه جدا. ان شاء الله حاولت اني ناخذ شويه تربيه على الريتميك، على الريتم يعني، وعلى الاشياء الجديده توا اللي نسمعوا فيها. ان شاء الله تعجب. خاصة هلا مع اللي عم نسمعه بالسوق الموجود، يعني في اعمال ولكن بتحسي اعمال فيها كثير من المخاطرة، مش بالهين ينزل شيء جديد هلا بالسوق مع كل اللي عم نعيشه كأوضاع سياسية وامنية بالمنطقة العربية وتونس كمان من جملتهم. يعني قديش اخذي بعين الاعتبار هذا الوضع المقلقز اذا بدك السياسي والامني؟ اكيد اخذته بعين الاعتبار. هو اهم مرحلة، يعني الاغنية الاولى هي اصعب مرحلة في حياة الانسان، يعني بعدين يختار ينوع اي اغاني اي لتيب يعني بتاع الاغاني تولي المجال مفتوح له، لكن الاغنيه الاولى هو اللي يلزمه يعرف توقيتها اي وقتها الكلمه الحلوه واللحن اهم حاجه هذول فيها. شو حابه تكون هالاغنيه اللي هلا عم بصدد التحضير والتفتيش عنها؟ حابه تكون اغنيه رومانسيه، اغنيه سريعه خرج رقص وحفلات؟ يعني بشو حابه تطلي على جمهورك الخاص؟ ان شاء الله تكون طربي على سريع على رومانسي، تجمعيهم يعني مع تشمل بعض. الكل. وصوتك هو يلي بده يجمل كل الاشياء. هون بدنا نرحب برامي يلي بده يرافقك على الكيبورد. نقدم له تحيه رامي. وزيني لنا هيك الجلسه بغناء، يعني مش معقول ما نستفيد كثير منه. ايه اوكي يلا رامي.
فرشولي عشان الأرض حريق وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمين قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمين مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة ومانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة في البعد عشا في القرب عشا في البعد عشا في القرب عشا زي العسل على قلبي هواك 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 وزي العسل على قلبي هواك زي العسل من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر كبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا ولو ليلة قصتنا قصة طويلة يفرقنا ولو ليلة قصتنا قصة طويلة في البعد عشا في القرب عشا في البعد عشا في القرب عشا زي العسل على قلبي هواك 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 زي العسل زي العسل هو صوتك يا زهور. عايزك. ما شاء الله اسم الله عليكي. زهور، اليوم البرامج الغنائية واللي بتقدم هواة صارت كتيرة، يعني صحيح. مش بس في برامج تعودنا عليها، حتى في أفكار لبرامج تانية. من بعد تجربتك وخبرتك بهالمجال قديش ممكن تفيد المشترك وقديش ممكن كمان يكون لها سلبيات إذا بدك كمان نستعمل كلمة تانية بمحلات أخرى؟ هي أنا حسب رأيي يعني هي تفيد برشا من خلال تجربتك. هي تفيد برشا، يعني مش بالسهل إنه واحد يخطي يعني يمر على شاشة التلفزيون عالم كامل يتابع فيه ويتفرج، وتفيده كشهرة يعني تسهل له شوية الطريق، تمدد له طريق شوية الأمام.
سلبيا ترجع ليه كي ما يعرفش، يعني ترجم لك باللبناني. لما ما بيعرف كيفاش يستغلها. كيف يستغل هيدي الطلة او الشهرة اللي ممكن يحصل عليها. قد ايه بتحسي انه قدرتي هيك تحفظي الناس اسمك ظهور، يعني من خلال اطلالاتك بالبرنامج اللي طليتي فيه؟ ولا الناس يمكن ما بعرف ذاكرتها قصيره بتصير تتذكر المشتركين يلي بيجوا من بعدك ومن بعدك؟ هي تخلي لك وقت انك تشتغل، يعني ما يلزمش كي نخرج من برنامج نترك الفن ونبعد على الساحه الفنيه، لازم بالعكس نخدم باش تقعد الناس ديما ذاكرتها هذيك فنانه نعرفها قاعده تخدم قاعده تشتغل عندها اغاني جديده، يقعد الاسم مكرر عند الناس. مشان هيك قلت يمكن من سيئاتها او سلبياتها اذا ما عرف يستغلها بوقتها. يعني اذا ترك فتره كثير طويله ممكن الناس تنسى وترجع تتذكر الجيل اللي اجى من بعده. يطلعوا ناس جدد وبرامج جديده ينساوها. انت قد ايه حسيتي حالك قدرتي تستغلي هيدي الفرصه او هالوقت اللي ظهرتي فيه؟ انا قاعده نستغل ان شاء الله، يعني ما تركتش، رجعت للساحه الفنيه بعد ما تركت برنامج أرب ايدول، وان شاء الله فما اعمال جديده وفما حفلات، يعني ان شاء الله يكون الاسم ديما في اذهان الناس معناها يحفظوا اكثر، لان كمان واحد بيشتغل حتى يحفظ اسمه. قد ايه بتعتبري هلا، يعني اكيد طريق الفن كثير طويله، بس بتعتبري انك قطعتي شوي من البدايه ولا بعدك بالبدايه؟ يعني فما تحسن، فما صعود ان شاء الله، معناها فما تحسن. خايفه من هالطريق ولا حسي لانه صوتي حلو خلص بيمشي الحال؟ لا 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 لا، الصوت وحده مش كفايه، يعني لازم الحضور، لازم كاريزما، لازم الفنان يكون مثقف، مش سهله يعني. طيب اوقات عم تتوفر كل هالعناصر وما عم ينكتب النجاح للفنان او الفنانه، برايك ليش ظهور؟ يعني قبل كنا نقول الصوت بكفي، صرنا بوقت صرنا نقول الصوت والصوره والحضور، اليوم شو ناقص بعد لحتى الفنان يبرز اكثر اذا كان بيتمتع وبيملك هالمواصفات؟ يعني الوسائل الاعلان اهم حاجه، والحب من عند ربي، يعني فما فنان يحبوه من عند الله، لازم يكون فما بروجرام ماشي عليه باش ينجم يخطي صحيح، يعني لازم فما رؤوس اقلام يمشي عليها، ومن غير اعلام ومن غير مساعدين، لانه وحده الصوت وحده هو ما بيقدر لحاله، لازم فما اعلان، لازم فما برشا مساندين معاه مختصين، اداره اعمال كبيره لازم تكون موجوده. المستر جهاد اكيد نوجه له تحيه كمان، وجه تحيه لوالدتي كمان موجوده معنا بالاستوديو، لها ولمستر جهاد بنحييكم. شو فينا نعتبر الوالده مساعده مدير الاعمال ولا مديره ثانيه تاخذ حقها؟ يعني هي كل شيء عندي يا ست الكل في الكل. شو بتقلك يعني بيننا وبينك قد ايه ممكن تنتقديك باطلاله، بلقاء، بحديث، باداء؟ شو بتقلك؟ ولا في بعض الامهات بيشوفوا كل شيء حلو بولادهم؟ لا لا، امي من حسن حظي انها ما تشوفش كل شيء حلو، يعني تنصحني في اغلاط نعملهم، توجهني في حاجات نبدا مانيش عارفه كيفاش باش نتوجه لها، تعاوني نفسانيا، يعني انا كي نشوف امي معايا ديما نرتاح. هسه تعودنا عليها. تحسي بهالامان. شو اكثر اغنيه بتحب والدتك تسمعها بصوتك سهور؟ هي بتحب كل شيء. في شيء محدد هلا ما هديه لوالدتك بس؟ نسموها فرق ما بيننا ليه الزمان. يلا تحب نسمعها يعني؟ اوكي، ان شاء الله ما حدا بيفرق بينكم. اكيد اكيد. فرق ما بيننا ليه الزمان، فرق ما بيننا ليه الزمان، ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هوان، فؤادي في حبك مجروح، وقلبي من بعدك بينوح، فؤادي في حبك مجروح، وقلبي من بعدك بينوح، تعال يا حبيب الروح، تعال شوف يا حبيب الروح، تعال شوف يا حبيب الروح، تعال شوف
يا حبيبي الروح ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هوان. الله، يعني مش بس هديتيها الأغنية، كانت كمان مبينة على الشاشة ومبينة كتير حلوة، مع إنه مش محضرة للتي في، فكمان مرة موجه لها تحية. رح نتابع معك زهور الشعري وأكيد مزيد من الغناء الحلو، بس اسمحوا لنا مشاهدينا بريك قليل وبنتابع. الحفل الرابع من مبادرة تكريم لمبدعين من العالم العربي استحقوا أن يكرموا. الجمعة 9 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. بين ثورة 25 يناير ما حدث لم يكن من عنديات محمد مرسي. محمد مرسي كان مجرد أداة تنفذ. وثورة 30 يونيو لإنهاء حكم الإخوان. يصدر إعلان دستوري جديد. التاريخ يشهد وكأن الرئيس يختصر الدولة في شخص الجماعة وفي شخصه. والتحديات ما زالت قادمة في الطريق. احتفال بأكتوبر لم يكن احتفالا بالانتصار، لكنه احتفال بمرسي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة. مصر بين ثورتين. الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشعب سابقا الأستاذ مصطفى بكري في شاهد عيان الخميس والجمعة 8 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. أنا من الأشخاص بحب الفن مش لحتى طلع منه مصاري أو بزنس، حتى الأعمال اللي عم بقدمها عم تكون بطيئة كونه إنه ما في شركة إنتاج. طلع 300 فنان، صحفي نسيتهم، عالم نسيتهم. كنت بتتمنى جد تتخرج من شي برنامج للهواة أو شيء؟ في شخص اسمه وائل حمزان اللي عرف يستفيد من هذه البرامج. الفنان جاد خليفي ضيف ريلاكس الخميس 7 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. حائز على جائزة أحسن فيلم أنتيغون الذهبية في مهرجان مونبلييه لأفلام دول البحر المتوسط. حصريا فرش غطا من دار السينما مباشرة إلى شاشتكم. السينما تقتحم بيوتكم لأول مرة على الشاشة. فرش غطا أول جائزة ذهبية للسينما المصرية هذا العام. الخميس 11 مساء بتوقيت السعودية على سينما واحد. تذكر موعد يومي مع فنان العرب محمد عبده في أجمل وأحدث أغانيه 3 فجرا بتوقيت السعودية على قناة فن. هل فاتتك حلقة من مسلسل تاجر السعادة؟ شاهد الإعادة بحلقات متتالية الجمعة ابتداء من 1:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. لن تفوتك الفرصة. باقة ألفا العربية تفوق كل التوقعات، تواكب كل الأحداث. أفضل الترفيه، موعدك مع الأفلام، الدراما كما تعيشها، الموسيقى العربية الأصيلة. 8 قنوات والإبداع في أوجه. قنوات باقة ألفا حصريا من OSN مباشرة إلى بيوتكم، ومتوفرة أيضا عبر شركائنا. باقة ألفا عربية بامتياز.
بياني يا ما قالوا الناس عليه قلت الشريك سيبه يباني أنا قلت شاري سيبه يباني زاد كلامهم حبي ليك قالوا قالوا الناس إنك بياني يا ما قالوا الناس عليك قالوا الناس إنك بياني يا ما قالوا الناس عليك قلت الشريك سيبه يباني أنا قلت شاري سيبه يباني زاد كلامهم حبي ليه بلاش تشم غيري فيا بلاش تلومني عاللي فات بلاش تشم غيري فيا وبلاش تلومني عاللي فات وإنه غيري خد مكاني وإنه قلبك مش عشاني إنه غيري خد مكاني إنه قلبك مش عشاني ليه تجرحني بكلامك طب ما تهجر من سكات. تسلم تمو، اهلا وسهلا فيكي مجددا بضيافتنا. ما نحكي عن الحفلات والمشاركات مثل ما سبق وذكرتي مع الفنان معين شريف، وين كانت المشاركه ضمن اي حفل؟ كانت في الأطلال بلازا بمناسبة عيد الاستقلال مؤخرا جدا. بعدك حافظة كثير منيح شو غنيتي للجمهور وبشو هيك استمتعوا أكثر شيء؟ برشا جو، عملنا شوية دبكة على شوية طربيات أم كلثوم. كان في شيء أنت ومعين سوا أديتوه؟ لا كل واحد وصلته. بس فكرة حلوة عليكي، صوتين وصوتين مختلفين. بتعرفي زهوري أكيد يعني مش أول حدا أنا بقول لك، إذا واحد بيكون عم يسمعك بلا ما يشوفك بيتهيأ له عم يسمع حدا كبير بالعمر من الزمن القديم الجميل، فبيلاقي قدامه صبية صغيرة عم بتغني. قد ايه بتحسي انه اوقات بيطلع على بالك تغني اغنيات كثير على الموضه هلا، كثير دارجه لشباب لصبايا عم بغنوا؟ هو لازم اني نختار شيء كيكا او الشباب توا يحبوا يستمعوا الاشياء الخفيفه. الطربيات عندها مكانها، عندها يعني نجم فما اغاني ما نجمش نغنيها كتسجيل ولا يعني يجيو في برنامج غنائي ولا مسابقه. الخفيف توا مطلوب. اي مطلوب له مثل ما عم نقول جيل الشباب، الا اذا قدمتي مثل ما هلا الفكره المطروحه اغنيه قديمه بتوزيع جديد بتكسري شوي هيدا القالب. قد ايه اخذ معك وقت تفكري شو الاغنيه اللي بدي اختارها؟ قد ايه جوجلتي القصص؟ برشا عاونتني فيها زاد والدتي ووالدي. يعني هي من أصعب الحاجة إني نختار أغنية قديمة ونعاود توزيعها. لازم تكون أغنية محبوبة خفيفة على المستمعين وتتحفظ بسرعة يعني. قد ايه عم تتمرني بعد؟ يعني بنحس إنه عاطي وقت للاهتمام بصوتك ولا بس واحد يقول صوتي حلو بعرف غني بيمشي الحال؟ لا هو يعني الصوت لازم تمرين، لازم تدريبات، فما فوكاليز إنسان يعملهم لازم كل يوم باش يقعد ديما في نفس المستوى صوته ما يوخرش. هو عادي يعني كيف الانسان يتعب كي واحد ما يعملش سبور. ما عم تدرسي بشي محل او مع استاذ؟ لا وحدي. ما في، بس انت تمرينات خاصه؟ تمرينات الجامعه اللي كنا في الانستيتوت دو ميوزيك نمشي بيهم توا في لبنان. قد ايه بتتابعي غيرك من الفنانين واصداراتهم الغنائيه؟ يعني اللي يحطوه يوميا يعني في شو حبيتي من الاغنيات الدارجه؟ يعني لمين اكثر شيء بتحبي تتابعي؟ كلهم يعني كل حد عنده حاجه كلهم. هيدا مش جواب. ما في واحد بيكون هيك ذوقه الخاص، يمكن يحب اغاني نجوى كرم، يمكن نوال الزغبي، يمكن نانسي عجرم، يمكن امل ماهر، انه اكيد من كل انحاء العالم عم نحكي لطيفه وغيرهم. انا من المعجبين بيهم الكل بصراحه، وكارول سماحه يعني نميل لها شوي. اصلا كارول كثير اغنياتها حلوه وصوتها كمان اكثر من رائع. من هالجيل من هالاصوات، ما في اذا من كارول سماحه على بالك سمعينا شيء، شو رايك زهور؟ اوكي حبيب قلبي يا نور عيني يا حلم بعيد بعيد
الوحيد، لا شايف دمعتي وناري ولا غيرك، ولا شايف هواك غير لي أفكاري، وبقيت من الهوى خايف، ولا شايف دمعتي وناري ولا غيرك، ولا شايف هواك غير لي أفكاري، وبقيت من الهوى خايف. طفيت شمعي بيوم العيد، حبيب قلبي نور عيني، يا حلم بعيد بعيد، أنادي لك تنور في الهوى قلبي الوحيد. لايق على صوتك كثير، يعني بتصور حتى إذا بتقدمي أغنية من هاللون ليش لا؟ شو رأيك؟ ايه هيك بدلك على النبع. يعني هذا ستيل نحبه. مروان خوري ان شاء الله دغري، لانه فيه عنده هالاحساس ان كان بالكلمه وان كان باللحن. جربتي ما بعرف تدقي بابه او باب اشخاص اخرين كمان تعجبي بطريقتهم بالالحان وبالكتابه؟ صحيح، فما ما نتذكرش الاسماء، اما فما برشا يعني عجبوني، عندهم اشياء حلوه. وانا شوي بشوي يعني في الحصيله يعني شوي. هلا تنزل اول غنيه قليله. هلا نصدر اول غنيه قديمه بتتجدد واغنيه ثانيه، قال بعدين بتصير فيكي على رواق تاخذي وقتك يعني، بس صار لازم تنزلي اغنيه خاصه وتدعم الاذاعات وتطلي فيها، واكيد رح تصوريها فيديو كليب، يعني حاطه الخطه هيك ببالك؟ ايه ان شاء الله في المستقبل. مفكره بالمخرج ولا بعد بكير؟ لا ما زلت، انا ما زلت نسجل في الاغنيه القديمه ونكملها، ندخل في دغري في الاغنيه السينجل الخاص بيا يعني، وبعد يجي الكليب. بعد يجي هلا كله هيدا كله والانتاج بمال. لا والانتاج بمال. هلا بدنا نعمل كليب وندعم على الاذاعات، بس بخصوص الانتاج شو؟ هاني ما نحبش نحكي في الموضوع هذايا. في دعم يعني؟ اكيد اوكي، في شركه منتجه يعني لإلك، هذا المهم. اهم شيء شركه الانتاج. بتعرفي يعني قربنا من نهايه السنه، وهلا ببلش يعني كل الناس تشوف حفلات راس السنه وين رح بتكون، انت وين رح بتكوني؟ بلبنان ولا خارج؟ ان شاء الله بلبنان. زي الموقع مش محدد، اما في لبنان ان شاء الله. نعم. صار هلا اقامتك تقريبا عم تكون شبه دائم ببيروت للانطلاقه ولكل شيء. على فكره من تونس لقيت الدعم الكافي؟ فما دعم، شجعونا في تونس، شجعونا كفنانين كبار مثلا، انه كيف حسيتي؟ صار في كونتاكت، اتصال معهم؟ لا مش فنانين كبار، ما كلموناش. فما ملحنين، مجموعه من الملحنين يحبوا يقدموا مساعدات ويعني يتبرعوا باغانيهم وكل. نحن كمان مره بدنا نحيي رامي الموجود معك، وبتصور صار لازم نسمع منك شيء. اوكي. بتقول وحشك عينيا، بتسألي عليا وتقول وحشك عينيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، ياللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا، ياللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا، بتسأل ليه ليه عليا. سيبني لليالي أسهر
ذكريات. سيبني لليالي أسهرها لوحدي، سيبني الذكريات وابعد عن حياتي يا أغلى ما عندي، وابعد عن حياتي يا أغلى ما عندي، وابعد عن خيالي ما تبعد عن خيالي، لا تبعت سلام ولا تيجي بملام، لا تبعت سلام ولا تيجي بملام، ولا تسأل عليا عليا ملكش دعوة بيا، ولا تسأل عليا ملكش دعوة بيا. بتسأل ليه تسأل ليه 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 عليا. برافو، يسلم هالصوت. شكرا لك ولحضورك معنا زهور اليوم. شكرا لرامي، بنتمنى لك كل التوفيق. اذا بنعطي المشاهدين موعد امتين لاول عمل يبصر النور؟ ان شاء الله اول بداية السنة الجديدة كنا بداية السنة أغنيتين. ما عرفنا شو برجك تنشوف كيف حظك بالسنة الجديدة. أنا الميزان. بالميزان. لا بتصور منيح قال إن شاء الله. وفي كمان يمكن أعمال غنائية جديدة هيك من عندي للميزان. لكن كل التوفيق لك زهور الشعري، انبسطنا باللقاء معك، وإن شاء الله اللقاء اللي جاي بيكون مع أغنيتك الخاصة. وأهلا وسهلا فيك بحلقتنا. أهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا بنشكر متابعتكم لنا لليوم. بكرة إذا الله راد بطلع عليكم